عودة من بعد الغياب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده اول ماجيك توتوريال من ألبوم قرار تشريح. قبل ما ابدا في اي حاجه، ليه اسمه قرار تشريح؟ طبعا انت اول حاجه هتيجي في بالك ان قرار يعني بقرر اعمل حاجه، في نفس الوقت تشريح يعني بشرح. بس هنا في وورد بلاي في الكلمه، ان تشريح الحاجه لما بتتشرح بتبقى اجزاء. فاللي انتوا هتشوفوه النهارده هو اجزاء مختلفه، زي ان انا هشرح خدع، هديكوا افكار وهكذا، وفي نفس الوقت التشريح جاي من كلمه شرح، فانا قلت اخدها كده ايه، تبقى يعني اسم صايع، قرار تشريح، في نفس الوقت ان انا عشان قررت ان انا هبدا اشرح فقرار تشريح. فبس دي فكره اسم الالبوم. وان شاء الله النهارده اول خدعه من الماجيك البوم ده اسمها دم واحد، والخدعه دي مناسبه جدا انك تعملها لاتنين كابلز، يعني اتنين مرتبطين او اتنين متجوزين او هكذا. يعني تعالوا نشوف الخدعة علشان ما تأخرش عليكم، وبعد كده نشوف الشرح. اول حاجة يا سيدي، انت هتحتاج كوتشينة وهتحتاج شخصين معاك. ممكن يكونوا الشخصين دول اتنين بيحبوا بعض، يعني اتنين صحاب، بنتين صحاب، ولد وبنت مرتبطين متجوزين مخطوبين، ايا كان انت ودماغك. شوف انت تقدر تعملها لمين واعملها. انا دلوقتي جاي اديك الفكرة وهشرحها لك وانت طبق براحتك. بس اهم حاجة، لو انت لسه مش مشترك في القناة، انزل دلوقتي حالا اعمل سبسكرايب واعمل لايك للفيديو، وما تنساش تدوس في الديسكريبشن، هتلاقي 3 اكونتات: انستجرام، فيسبوك، وتيك توك. اعمل لي فولو على ال3 وبس، انا مش عايز منك اي حاجه اكتر من كده. طيب يلا نشوف الخدعه وبعد كده نشوف الشرح. انت هتطلب من الشخص الاولاني، ونفترض ان هو الراجل، تقول له اختار اي كارت. ممكن يفنط الكوتشينه من البدايه عادي خالص، مفيش اي مشاكل. بعد كده تقول له شاور على اي كارت، ولنفترض شاور على الكارت ده. هي كمان تطلب منها تشاور على اي كارت، ولنفترض على الكارت ده. دلوقتي انت تطلب من كل واحد منهم يكتب اسمه على الورقة من جوه من هنا. خلاص، يعني دلوقتي 3 سبيدز و4 سبيدز زي ما انتم شايفين. دلوقتي هو هيمضي اسمه، ونفترض مثلا علي، وهي هتمضي اسمها، ونفترض مثلا سارة. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هاخد ورقة سارة، ركز الترتيب مهم، هاخد ورقة سارة في اي مكان في الكوتشينة زي ما انتم شايفين اهو، وممكن الخبط عادي جدا باي شكل انا عايزه بالشكل ده. وبعد كده طبعا الورقة دلوقتي تاهت، فاحنا دلوقتي هنتست مدى حب علي لسارة عن طريق ان انا هاخد ورقة علي. ورقة علي دلوقتي هي مسؤولة انها تدور عن ورقة سارة. خلاص، فانت هتقول لعلي بص علي، بما انك بتحبها، وهي المفروض لو راحت اي مكان في العالم انت هتبقى حاسس بيها وتقدر تطلعها من وسط مليون شخص مهما كانوا مين الاشخاص يعني. فانا دلوقتي عايزك تقول لي ستوب في المكان اللي انت حاسس فيه كارت سارة. خلاص، فهيقول لي مثلا ستوب هنا. تمام، هحط ورقة علي، هي في النص او يعني تحت النص شوية، مش فارقة، مش دي النقطة. دلوقتي احنا هنشوف او هنسأل سارة هل انت متأكدة من حب علي ليكي؟ فهتقول لي مش قوي. ممكن تقول لي متأكدة. فطيب تعالوا نشوف كده سوا، يعني علي نجح ولا فشل. خلاص، هفرد الكروت كلها زي ما انتم شايفين كده. هلاقي ان في كارت واحد مقلوب وبعده ايه، وبعده كارت. خليهم قدام بس كده شوية ونلم باقي الكروت عادي تماما. نقلب الكروت زي ما انتم شايفين، كوتشينة كلها ارقام مختلفة. خلاص، كارت علي فعلا معانا وممضي عليه، هو طبعا هيكون ماضي عليه. ولو قلبنا الكارت التاني هنلاقيه فعلا كارت سارة اللي هو 4 سبيدز. يلا بينا ندخل في شرح الخدعة علشان ما اطولش عليكم. اول حاجة، قصة الخدعة هي اهم ما في الموضوع. الخدعة شرحها سهل جدا. كل اللي انت عايز تعمله انك تجيب كوتشينة وتخلي كل واحد يختار منهم كارت ويمضي عليه. فكرة انك تمضي على الكارت، انك تحتفظ بالكارت بعد ما هم يخلصوا، او سوري هم يحتفظوا بالكروت دي، تبقى ما بينهم ذكرى حلوة. حتى انت ممكن تكون بنيت ما بينهم كونكشن اكبر عن طريق ان انت اديت لهم الكروت دي، فاهم؟ هتبقى انت السبب في كده. تخيل دلوقتي هي معاها كارت ممضي باسمها وهو ممضي باسمها، ممكن هما الاتنين يروحوا دلوقتي يحتفظوا بيه، فتفضل ذكرى. اصل هما مش هيقابلوا كل يوم ساحر، انت فاهم قصدي؟ فهتبقى بالنسبه لهم ذكرى حلوه قوي. فالاهم في الموضوع هي القصه. والحاجه الجديده اللي انا عايز ازرعها في مخك في الشرح او في الشروحات الجايه، هي ان مش يعني ما تعملش خدعه وخلاص، لازم الخدعه يبقى ليها قصه. وده اللي خلاني اطلع بفكره الماجيك البوم. وغير كده كمان ان البرزنتيشن
بيبقى اهم كتير جدا من الخدعه. ممكن زي ما قلت لك الخدعه هيبقى سرها بسيط، بس البرزنتيشن مخلي الخدعه قويه جدا. فتعال نفترض ان دلوقتي علي اختار 4 وساره اختارت 6، كل واحد هيمضي على الفيس زي ما اتفقنا على الوش باسمه. لازم تاخد ورقه البنت الاول، خلاص؟ فانت تاخد ورقه البنت تتحكم فيها وتخليها اول كارت. ازاي بقى؟ عندك طرق كتير جدا. ممكن تاخد الكارت تحطه في النص بالشكل ده، وانت بتزق هتميل الكارت الناحيه دي شويه. الكارت لما يميل هيبدأ يطلع لك من الجنب، تحط صبعك الخنصر عليه ويبقى بالشكل ده، تبقى انت عامل بريك. فمن هنا مفيش اي حاجة، لكن بص من هنا في بريك. هتعمل ايه؟ هتيجي بايدك اليمين تمسك الكروت كلها بالبريك بالشكل ده، من غير يعني ما تبوظ البريك. تاخد شوية من تحت تحطهم فوق، تاخد شوية تاني من تحت تحطهم فوق، وتاخد اخر بقى حبة اللي هما من عند البريك اللي هو ده كارت سارة تحطه فوق. والحركة دي اسمها تريبل اندر كات. ممكن تعملها انت دبل اندر كات، يعني مرتين بس، يعني كده وكده. ممكن تعملها تريبل، عايز تعملها 4 مرات اعملها، اللي انت حر، يعني انت حر اعمل اللي انت عايزه. دلوقتي الكارت بقى اول كارت فوق. بعد كده ممكن تفنط لك تفنيطة فيك شافل، يعني كأنك فنطت الكروت بس هي في الحقيقة ما اتفنطتش. وطبعا كارت سارة عندنا فوق. اللي هتعمله دلوقتي انك تتكلم دلوقتي عن كارت علي وتقول البرزنتيشن اللي انا شرحته. ارجع للفيديو تاني لو ما اخدتش بالك او ما ركزتش، لازم تحفظ البرزنتيشن اللي انا اتكلمت عليه. هتاخد ورقة علي تحطها طبعا فوق وانت بتتكلم مش عارف ايه، هتشيل الكارتين سوا. بمعنى انا دلوقتي بص، وانا باخد ورقة علي هعمل بريك على ورقة سارة، يعني بص كده. ليه؟ خلي العين كلها مركزة على الورقة دي. هنا بإيديك الشمال انت تقدر تعمل اي حاجة، ففي ثواني تقدر تعمل بريك على اول كارت. بسحب بالابهام بالراحة واحط بس الصباع السبابة صباع الخنصر تحت الكارت، خلاص. فاخدت الكارت حطيته وابدا اقول له انت بتحبها بنسبه قد ايه، يعني كارتك يقدر يلاقيه في قد ايه، فاهم؟ وتتكلم كأن الكارت كأنك معاك كارت واحد، خلاص. طبعا ما تلفوش زي ما انا بلفه، انا بس بوريك ان الكارت باين عليه ان هو كارت، تمام؟ طيب اخدت الكارت مش عارف ايه، قول له ستوب. دلوقتي بص، انا لما اخدته كده هاجي اخده ب3 صوابع اهو. هحط دلوقتي صوابع كده فوق علشان خاطر لما اجي احطه يبقى اسهل، فاهم؟ يعني انا عملت سويتش من الماسكه دي للماسكه دي، اتدرب عليها كتير اهو. بعد ما كانوا ال3 صوابع دول حطيت الخنصر والسبابه هنا، خلاص. دلوقتي الابهام بقى فري، خلاص، لان دلوقتي اقدر احط الكارت عادي في المكان اللي انا عايزه. قول ستوب يا علي في اي مكان هنا، تمام. احط الكروت او الكارتين، هم مفكرين ان هو كارت، واقفل والكوتشينه قدامهم. في احتمال قد ايه ان علي يكون لقى ساره مش قوي مش عارف ايه، هيقعدوا يتكلموا يهزروا يضحكوا، ده هو اصلا ما بيحبنيش، هتشوف كلام من ده. بعد كده تفرد الكوتشينه قدامهم فيس داون، تطلع الاول الورقتين. انا دلوقتي مش عايزك تغلط الغلطه اللي هو تقوم جاي طالع وعامل كده، ده اكبر غلط. انت كده ما خليتش للخدعه قيمه. اللي انا عايزك تعمله هو انك تطلع، بص، السايكولوجي بتاع الريفيليشن مهم جدا. يعني ايه؟ يعني الفترة أو الوقت اللي أنت هتعمل فيه ريفيل للخدعة مهم جدا جدا. الموضوع عامل بالظبط كأنك جبت إزازة بيبسي أو إزازة أي مشروب ورجيته جامد 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 جامد، وقمت جاي فجأة فاتح الغطا من فوق، فشفت رياكت قوي من إزازة البيبسي. والحركة دي أو الفكرة دي أنا اتعلمتها من فنان الخداع البصري داني داورتيز. يعني ما تبوظش الخدعة على الحركة دي. انا عايزك تبني عندهم يعني ترج لهم بطنهم، نفس المبدأ بتاع ازازة البيبسي. تبدأ ترج لهم بطنهم بانك تفتح الورق الاول، تطلع الكارتين، بعد كده ترجع تاني. انا خلاص طلعت الكارتين، ترجع تاني تقلب الكروت كلهم، توريهم ان الكوتشينه كلها ارقام مختلفه. فيبداوا هم وهم بيبصوا على الكروت يقولوا ده كارت ساره مش منهم، ده اكيد هو ده. فيبدا عندهم حماس ان احتمال كبير قوي يبقى ده كارتهم، يزيد. وبعد كده حتى ما تعملش كده، لا، اسحب الكارت ده لوحده في جنب، ده علي، وابدأ ارفع ده وبص لهم الاتنين واعمل كده، وبالراحة خالص وانت بتنزل مع كل حركة بسيطة هما بيبدأوا يرياكتوا. فزي ما قلت لك ما تضيعش الريفيليشن على حاجة ما تستاهلش، واعمل اللي انا قلت لك عليه.
وبس يا سيدي، دي كانت شرح خدعة دم واحد. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير ضمن الماجيك ألبوم. متنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب وتعمل لي فولو على 3 اكونتس على السوشيال ميديا، هتلاقيهم تحت في الديسكريبشن، انستجرام وفيسبوك وتيك توك. بحبكم جدا، اتمنى تكونوا اتبسطتوا. سلام عليكم.